ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا نحن عباده الضعفاء أن يتعهدنا بمواسم الخيرات، بمواسم الطاعات التي تقربنا منه جل في علاه. فأنعم الله عز وجل علينا وتفضل، واسمعوها جيدا. أنعم الله عز وجل علينا وتفضل فأطال في أعمالنا ومتعنا بصحة وعافية فأدركنا هذا الشهر الفضيل، فلله الحمد والمنة أولا وآخرا أن أمد في أعمالنا وأن بارك فيها وأن متعنا بصحة وعافية لنغترف من حسنات هذا الشهر المبارك، شهر الصوم عباد الله. فهذه نعمة نشكر الله عز وجل عليها ونثني عليه جل في علاه. ثانيا أيها المباركون، ليس كل صائم صائم، نعم، فإن هنالك من علم لهذا الشهر قدسيته ومن علم لهذا الشهر المبارك فضله، فكان من أولئك القوم الذين سابقوا إلى ربهم ومولاهم، سابقوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، لم يتهاون ولم يتخاذل ولم يكن صيامه فقط عن الطعام والشراب، إنما كان صياما حقيقيا. نعم، شهر عباد الله تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران. شهر عباد الله يزين الله سبحانه وتعالى فيه الجنة ويقول يوشك أن يدخل في عبادي الصالحين. شهر عباد الله من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر عباد الله من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر فيه ليلة القدر من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر عباد الله جعل الله عز وجل للصائم فيه في نهاره كله دعوة لا ترد. شهر عباد الله يتزين فيه بيوت الله عز وجل بالصلوات، ويزد على ذلك صلاة التراويح التي رأينا أن كثيرا يتخلف عنها وقد علم أن فضلها عظيم. اسمع يا رعاك الله، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان الواحد منهم يتكئ على العصا من شدة القيام وما ترك القيام. والآن صلاتنا لا تتجاوز النصف ساعة أو أقل أو تزيد بقليل، فلا نرى فيها إلا من علم فضلها وحافظ عليها ولم يتركها، وعلم أنه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وعلم أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فلم تشغله شاغلة ولم تلهيه دنيا ولم يكن حريصا على مسلسلات أو على مباريات، إنما كان حرصه كله أن يكون مع عباد الله الذين قاموا تلك الصلاة وأدوها طاعة لله جل في علاه. نعم أيها المؤمنون، فإننا والله مما يحزننا أن نرى شبابا أنعم الله عليهم بالصحة والعافية لا يأتون إلى صلاة التراويح، وإن أتوا إليها صلى ركعتين أو 4 ثم انصرف في باله أن دنياه سيلحق بها
ولا يعلم أن الدنيا مكانها لن تتحرك ولن تتزحزح، وسيقضي ذلك العمل بعد أن يؤدي ذلك الأمر طاعة لربه ومولاه جل في علاه. عباد الله، نحن في موسم تجارة، وأنا أرى أن كثيرا من تجار الدنيا يتفننون الآن في عرض بضاعتهم، وأنت وأنا كلنا تجار، ولكن تجار مع الله سبحانه وتعالى. ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، قالها صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي الذي ترك ماله كله لأهل مكة وهاجر لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قالها عثمان عندما أتاه تجار المدينة في زمن جوع فأعطوه في الدرهم درهمان، قال لقد اشترى مني من يعطي على الدرهم 10 أمثالها إلى 700 ضعف، إنه الله سبحانه وتعالى، وأنت في تجارة مع ربك ومولاه. فإما أن تزيد من تجارتك وأرصدتك في بنك الحسنات، وإما أن تبقيها كما أنت، واعلم أن هنالك من سبقك، واعلم أن هنالك من سبقك في تجارته مع الله، في محافظته على الصلوات الخمس في رمضان وفي غير رمضان، سبقك مع الله في تلاوته لكتاب الله عز وجل فما ضيع لحظة من اللحظات، سبقك في صدقته فما ترك بابا من أبواب الصدقة إلا وتصدق، حتى لو كان فقيرا معدما فإنه يعطي جاره شيئا من طعامه ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. سبقك من صام وصام لسانه ولم يكذب ولم يغتب ولم يتكلم في أحد، سبقك من صام نظره فلم ينظر إلى ما حرم الله عز وجل. إنه الصوم الحقيقي، التجارة الحقيقية التي يجب علي وعليك أن نعلم للصوم حقيقته، ليس صوما عن الأكل والشراب، إنما صوما عن كل ما حرم الله عز وجل، صوم ليحصل فيه تقوى الله جل في علاه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله العظيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على محمد عبده الذي اصطفى، وعلى آله ومن سار على نهجه واقتفى. أيها الأحبة، سفرتنا التي كنا نجلس عليها ونفطر فيها جميعا نحن وأبناؤنا وآباؤنا وأمهاتنا وزوجاتنا، هنالك شخص في هذه السنة فقد من على تلك السفرة، ارتحل عن هذه الدنيا، غادرنا إلى رحمة رب الأرض والسماوات، فهو أرحم به منا أيها الأحبة. طيب تخيل أنك أنت الذي ارتحلت عن هذه الدنيا، أو تخيل أنك أنت طريح الفراش الذي يبعد عنك أهلك الآن، لم تستطع الصوم لمرض ألم بك، أو تخيل أنك أصابك حادث عياذا بالله، وأجارنا وإياكم وإخواننا المسلمين من فواجع الدنيا أيها الأحبة الفضلاء، ثم بعد ذلك أنت صحيح معافى في غنى من الله سبحانه وتعالى، في رحمة منه جل في علاه، ومع ذلك تقصر في هذا الفضل العظيم الذي أعطاك الله عز وجل إياه. والله لا بقوته ولا بمال ولا بصحته ولا بعافيته، إنما هو فضل الله سبحانه وتعالى عليه. عندما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله فإننا نبرأ من حولنا وقوتنا ونلتجئ بحول الله عز وجل وقوته. فيا أيها المبارك، هل ستنام عن صلاة من الصلوات وتكون مثل أولئك القوم الذين صومهم سهر بالليل، لعب ولهو نوم واستراحات وتلفاز إلى غير ذلك، ثم إذا جاءت قبل الصلاة صلاة الفجر
شرب شربة ماء ثم نام ولا يستيقظ إلا بعد العصر، ثم يخرج إلى الأسواق وقال اللهم إني صائم. أذلك صائم مثله مثل ذلك الذي قام في تلك الظهيرة وخرج إلى بيت الله عز وجل ليؤدي الصلوات، ما ترك صلاة إلا وصلاها في بيت الله عز وجل أبدا والله. أذلك الصائم مثله مثل الذي صلى الفجر ثم جلس إلى أن أشرق ثم صلى ركعتي الإشراق وخرج إلى بيته أبدا والله. أذلك الصائم مثله مثل الذي تلا كتاب الله عز وجل في كل لحظة يستطيع أن يتلو فيه كتاب الله عز وجل أبدا والله. أذلك الصائم مثل الذي ذكر ربه في كل لحظة وفي كل دقيقة، لأنه لا يعلم هل يعود عليه رمضان أو لا يعود، أو أننا هل سنكمل هذا الشهر أو أننا لم نكمله. علم أنه في زمن فاضل فاستغل كل لحظة من لحظاته. اسمعوا يا رعاكم الله العجب العجاب، أن هنالك من يختم القرآن في كل 3 أيام يختمها، وهنالك من كان يختم في يوم واحد، وهنالك من كان يختم في 5 أيام أو 10 أيام. وأنت ماذا قرأت من كتاب الله؟ اسأل نفسك، لا تسأل، لا أوجه لك السؤال، إنما أنت وجهه بنفسك. كتاب الله عز وجل هذا إما أن يكون شاهدا لنا أو شاهدا علينا، إما أن يرفعك الله به أو أن يحفظك الله عز وجل به. أين وصلت في كتاب الله عز وجل؟ نحن في اليوم الخامس، هل وصلت إلى 5 أجزاء على أقل القليل، أم أنك من أولئك القوم الذين لا يحتاجون نصيحة من خطيب ولا من واعظ فإنك قد ختمت مرة أو مرتين، أم أنك لا تفتح المصحف إلا إذا أتيت إلى الصلاة فتحت وقرأت صفحة صفحتين ثم تركته كما هو عليه؟ عباد الله، نحتاج أن نقف مع أنفسنا، نحتاج أن نراجع حساباتنا، لأننا في زمن إمهال أعطانا الله وأمهلنا جل في علاه. والله لو تمنى أهل القبور لتمنوا أن يعودوا ليصوموا معكم، لتمنوا أن يزدادوا من الحسنات. عندما توفي صحابيان، واحد قبل رمضان والآخر بعد رمضان، فسئل عليه الصلاة والسلام قال ألم يصم معنا؟ ألم يصلي معنا؟ ألم يتصدق؟ فشتان بين هذا وذاك. فإذا هو فضل من الله عز وجل عليك، فاغتنم أيها المبارك، واحذر أن يكون صيامك عن طعامك وشرابك فقط، أما باقي الجوارح فلم تصم لله عز وجل. واعلم يا رعاك الله، واعلم يا رعاك الله، عندما تترك ما حرم الله عز وجل في نهار رمضان خوفا وإجلالا للعظيم جل في علاه، فإن في ذلك رفعة له ومكانة عند الله سبحانه وتعالى. واعلم أن ذلك عونا لك على أن تتركه بالكلية، كمن ابتلي بشرب الدخان، فإنه إخوان لنا ابتلاهم الله عز وجل بهذا، ابتلاهم الله عز وجل بهذا، تركوه 13 ساعة و14 ساعة لله عز وجل خوفا من الجليل، خوفا من الجليل، وإكمالا لصيامهم على الوجه المطلوب، فإنهم سيستطيعون أن يتركوه بإذن الله عز وجل. وليكن رمضان فرصة للتغيير بالكلية، فهنيئا لمن كان بعد رمضان أفضل منه قبل رمضان. ألا وصلوا وسلموا على رسول الهدى القائل من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم بلغ صلاتنا وسلامنا في هذا اليوم الفضيل يا رب العالمين، واحشرنا في زمرته يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن تسقينا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها يا رب العالمين. اللهم ارض عن أصحاب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا المؤمنين الموحدين المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا حي يا قيوم. اللهم كن لإخوان المستضعفين في غزة، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم اطعم جائعهم واكس عاريهم، اللهم وداوي جرحاهم وارحم موتاهم يا رب العالمين. ضعفوا وقل حيلتهم فلا ناصر لهم إلا أنت. اللهم يا ربي
نسألك أن تنصرهم نصرا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الخائنين، عليك باليهود الغادرين، فإنهم لا يعجزونك يا رب الأرض والسماوات. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا يا رب العالمين. اللهم من حضر جمعنا هذا وقد نزل به مرض اللهم فاشفه يا رب العالمين، ومن حضر جمعنا هذا وقد نزل به هم وغم اللهم فرج همه يا كريم، اللهم فرج همه يا رحيم. اللهم من حضر جمعنا هذا وقد نزل به الفقر والفاقة اللهم اغنه بحلالك عن حرامك وفضلك عمن سواك يا رب الأرض والسماوات. اللهم يا رب إن لنا أحبة ارتحلوا عن هذه الدنيا غادروها وهم تحت رحمتك فارحمهم يا رب الأرض والسماوات. اللهم انزل عليهم شهاديب الرحمات، اللهم نور لهم قبورهم، اللهم مد لهم فيه مد البصر واجعلها روضة من رياض جنانك ولا تجعلها حفرة من حفر نيرانك يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم